من الصعب ان الحقيقه ان انت تجاري فريق ماجديبورغ من اسرع الفرق على مستوى العالم، ان لم يكن هو الاسرع يعني بشكل نهائي. لكن اتصور ان فريق الخليج مفهوم البطء عنده تغير بشكل كبير. صارت البطء في الحركه والبطء في التمرير، البطء في التسديد. كل هذه المعطيات اعتقد ادت الى انخفاض فريق الخليج بهذه المباراه، وارتفاع سقف فريق ماجديبورغ، بحكم ان فريق ماجديبورغ مثل ما تكلمنا انه اعتماده الكلي على الخط الامامي وايضا على السرعه والفاست بريك. اتصور ان فريق الخليج في هذه المباراه ما نقصوا عليه، بحكم انه يقابل احد او فريق بطل النسختين السابقتين. ولكن الاهم بالنسبه لي ان فريق الخليج يظهر بمستواه في المباريات القادمه. قادر على تحقيق المركز الخامس الخليج؟ ليش لا، بالعكس يعني انا اشوف كعناصر موجوده عنده الامكانيات، ولكن مثل ما ذكرت ممكن في اخطاء بعيده تماما عن سواء الفنيه من قبل اللاعبين او المدرب. ولكن مباراه اتصور انه ماشي في درب بطل العالم.